امتى حسيتي بالغيره؟ من مين؟ من حد ولا على حد؟ الاثنين. من حد مش هتصدقي والله العظيم انا ما بغير من حد خالص. مش انا عارفه انك مش هتصدقي بس انا حسيت والله العظيم انا ما بغيرش من حد. طب ومين غير؟ انا بغير من دور حلو كان نفسي اعمله، لكن لما الممثله بتعمله بقول الله يبارك لها. ايه الدور اللي انت غيرتي منه وكان نفسك تعمليه؟ هقول لك مش هقول غيرت عشان دي بعتبرها اختي الصغيره. هنا الزاهد في اقامه جبريه. الله. فوق الرائعه أكيد. لكن عجبني ان هنا بتفكرني بيا وانا صغيره شويه. لما عملت اقامه جبريه انا اتفاجئت بيها. فبقول لها مبروك طبعا، هي عملت الف مبروك هايله. وانا نفسي اعمل حاجه سايكو كده يعني. دي حاجه انا نفسي فيها. لما الفنانه عفاف شعيب طلعت وقالت انه هي استاءت من الموقف ده، انت كلمتيها او الخلاف انتهى ولا؟ انا اصلا عرفت بعدها بفتره، لانه انا مفيش بيني وبينها انا شخصيا الحوار ما كانش معاها اصلا. كان مع الاستاذه. طب انتهى فادية. الموضوع؟ انتهى. الاستاذه فاديه شافتني بعدها وسلمت عليا عادي جدا خالص. ما يعني ده وبعدين الناس اللي بعتت لي انا ما شفتش. انا تعرفي حاجه يعني انا اصلا ما بشوفش برامج، ما بتتابعيش. فاتقال لي ده. الغريبه ان انا شفتها بعد كده في حفله وشفتها، فانا طبيعي انا اسفه لما يعني انا اتهزقت، ممكن ما اخدش رد فعل بس اقل رد فعل ان انا ما اقربش لحد هزقني، فلا انا عاتبتها ولا انا كلمتها ولا حتى اي حاجه. فوجئت بابن اختها او ابن اخوها، ولد شاب لطيف جدا جدا، جه قال لي انا بحب حضرتك قوي وبتاع، وقلت له ربنا يخليك. قال لي انا ابن اخت استاذه عفاف. قلت له اهلا وسهلا مش عارف ايه. قال لي ايه رايك انا عايز اصفي الخلاف. قلت له اصلا ما حصلش بيني وبينها حاجه، بس انا اتضايقت انها طلعت يعني شتمتني بالاسم يعني. فالمهم راحت قالت لي انت زعلانه تعالي هنا. فرحت طبعا كاستاذه سليم تاني قلت لها حضرتك والله الموضوع مش كده. قالت لي طب خلاص صفينا تمام الموضوع تمام خلاص. والموضوع انتهى فعلا بالنسبه لك؟ والله انتهى جدا. بيتفرج على الصور. فانا بقى بهزر معاه. ايه عادي جدا. واحد يعني انت شايف الخطا هنا خطا مين؟ اللي سرب الفيديو ولا ما في؟ ما فيش خطا والله ما في خطا. انت بره هوا. انت في فاصل بس في وقت عمل. انت بتتكلمي مع وقت عمل، واحنا هو ما ينفعش احنا دلوقتي في وقت عمل لما الفاصل يحصل فاصل في البرنامج. اقول لك يا ياسمين والله ده انا كنت قاعد في الحته الفلانيه ورحت كده بتاع بس مش هوا، الهوا برضو مقلق. مفيش هوا بقول لك. ده كده فاصل. كده مفيش هوا. فاصل بين هوا يا كابتن، احنا بنسجل دلوقتي. ايوه. ايه المشكله؟ اللي حصل بينكم في فيلم ريكلام؟ بيني وبين غادة ما حصلش بيني وبينها خلافات. الخلاف كان بينها وبين رانيا يوسف، وغالبا على التتر مين هيتكتب اسمه الاول. غالبا انا برضو ما اعرفش. انا بحب ان لما بدخل اي عمل اشتغله ابقى في حالي وماليش دعوه باي صراعات. حتى لو انتوا عايزين تكتبوا اسمي فين اعملوا اللي انتوا عايزينه، مش عايزين تكتبوه خالص ما تكتبوش. هعمل لكم ايه؟ انا يعني كنت راضيه عن وجود اسمك في التتر مكانه؟ الحمد لله. حلو. اتحذف من دورك مشاهد كتير في الفيلم ده؟ لا مش كتير. مش كتير، لا تقريبا يمكن ما يكون. لا ما اتحذفش حاجه من دوري. ما اتحذفش اي حاجه من دورك؟ لا. ما افتكر. لا صورت كل اللي صورته واتعرض. يعني ما فيش اي خلاف، كل ده مجرد كلام. سوشيال ميديا برضو. علاقتنا زي الفل انا وغدود حبيبتي. قبل ما اطلع فاصل عايزه اسال حضرتك عن واقعه الفنان يعني احمد ماهر لما سب رامز جلال. هي بصي، هو الفنان احمد ماهر الصديق الصدوق للمخرج الكبير جلال توفيق اللي هو ابو رامز وياسر. الصديق الصدوق يعني الصداقه شيء، وان ممكن تطلع تسب شخص على الهوا شيء تاني. هو مش يعني اولا طبعا انا تقدمت باعتذار لاسره المخرج الكبير جلال توفيق متمثله في ياسر ورامز. وانا بقول لك ان احمد ماهر ده عارفه زي ما بقول ايه، الواد هو مش قصده، هو لكن في زمن الموبايلات وزمن يعني، لكن هو طبعا منزعج جدا. واعتقد انه يعني تقدم لهم باعتذار. وهو استاذ احمد ماهر يعني مش يعني، لا هو بيحب جلال توفيق جدا، وهو بيتكلم بعفويه. لكن كل الاعتذار وكل التقدير وكل الاحترام
لاستاذنا الكبير المخرج الكبير جلال توفيق، والاعتذار لياسر والرامز. وكمان وفاته كانت فجأة. وانا اللي عرفت قلبي حاسس من قبلها بيوم. ايه اللي حصل؟ ده يا بصي انا حصلت لي حاجات غريبه جدا. انا كنت في الساحل وهو كان معايا في الساحل، وقبلها ب3 ايام قال لي عايزه انزل القاهره، فقلت له ليه ما كملناش لسه عندنا وقت وبتاع، فقال لي لا انا عايزه انزل. والغريبه قوي ان انا سقت بيه من الساحل للقاهره عشان اوصله. فقلت له احمد انا قلبي مقبوض مش عايزه ارجع. قال لي لا عشان خاطري ارجعي، اصل هتحصل مظاهرات وبتاع وحاجات كده. قلت له انا عشان كده مش عايزه ارجع. قال لي لا هتحصل، مش عايزك موجوده يوم الجمعه ده، خدي جمانه عشان جمانه وعشان خاطري. فشفت فض رابعه، فقلت له يا احمد مش عايزه اسافر. فقال لي عشان قعد يتحايل عليا بشكل كبير جدا سافري. قلت طيب عشان جوجو واصحابها هناك وكده. سافرت. يوميها الظهر محفظتي اتسرقت بكل فلوسي والكريدت كارد بتاعتي. كلمته، هو الوحيد اللي كنت بكلمه يعني، احمد محفظتي اتسرقت انا راجعه. يا بنتي مش المحفظه اتسرقت، راجعه ليه؟ قلت له يعني ايه راجعه ليه؟ حاجتي كلها مش عند اصحابك، خليكي قاعده. بالليل وجع رهيب في معدتي واسهال وقيء. بقول له يا ابني في حاجه غريبه بتحصل انا عايزه ارجع. قال لي لا لا لا. صحيت الصبح مزاجي متضايق جدا. فين محمد رمضان؟ موجود وسيعود بجد؟ طبعا. محمد رمضان يعني انا كنت بتكلم وبتمنى ده من برنامجك يعني، وكلمت مع المخرج محمد سامي، قلت له عارف انا نفسي في ايه؟ قال لي، قلت له نفسي انت ورمضان ترجعوا. يعني انا حابب قوي قوي الثنائي ده. دي حقيقه قوي. جعفر العمدة كان مكسر الدنيا. لا والبرنس كتير حاجات كتير آه. جدا 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 يعني. ومحمد فنان شاطر وفنان ذكي وفنان واعي، تلاقي مسلسلاته محطات مهمه يعني. وجود طبعا محمد رمضان في الموسم الرمضاني بيفرق طبعا. بتشوفي القهاوي صح، شوفي يعني عنده جماهيريه طبعا. حمله معموله ضد الفنانين. ثانيه واحده، لا اسماء. احمد العوضي تمام مش عارف يمثل. لا قول لي المشاهد اللي ما كانش فيه عارف يمثل. صح. انما انت لجنه، خلي بالك، ضد ياسمين عبد العزيز. لا انت لجنه، الحمله دي لجنه اللي على ياسمين عبد العزيز. طبعا طبعا. لكن تعالى بقى نتكلم عنها. دورك اللي هي دور كويس جدا. مين تاني في الممثلات؟ المداح حماده هلال اتفرجت عليه يا ريس؟ لا انا بخاف. حمله معموله ضد الفنانين. ثانيه واحده، لا اسماء. احمد العوضي تمام مش عارف يمثل. لا قول لي المشاهد اللي ما كانش فيه عارف يمثل. صح. انما انت لجنه،